ما مو عندنا، عندها مو عندنا. المهم بعد ما قالت لي خط طليقي ضحكت، قلت تبغاني أتفل بعد ولا بس بتاخذ؟ والله النسوان اللي كذا معليش، إذا أنت عزيزة المرأة زي كذا لا تعزمين أحد، خلي أمراضك النفسية مع نفسك. طيب ليش ما تقولين أنا بروح والله عند طبيب نفسي، بدل ما تاخذين غسال الناس ويمكن يجيب لك بكتيريا. إيمانهم مرة قوي، عشان كذا أنا متحفظة بآرائي، أنا آرائي تقريبا مختلفة تماما، لأن جيت من بيت مرة كذا متمسكين بهذه الأفكار ومؤمنين فيها أكثر من إيمانهم بربي، استغفر الله يا رب. المهم أمي الله يحفظها يا رب ويطول بعمرها، تعبانة يعني، عندها شيء وتتعب نفسيتها أحيانا، فهمتوا؟ مرة تتعب نفسيتها. أبويا إلا يقول إنه في وحدة أنتي رحتي ذاك اليوم زرتيهم حسدتك وهي اللي عطتك عين. تخيلوا، ما أدري كيف جابوا غسال من هذيك المرأة اللي أصلا أنا ما عمري شفتها في حياتي، ولا أدري هم قاعدين يتكلمون عن أي مرأة، لكن أنا شفت جايبين، تعرفون الجالون القديم، ما أدري إذا باقي موجود في السعودية ولا لا، تعرفون الجالون القديم حق الموية اللي ينشال زي كذا؟ تخيلوا جايبين الجالون معبينه موية، وقسما بالله الموية بنية، هي ما أدري إيش هذه شكلها الموية بنية، الموية بنية. ولا الطريقة اللي أبوي سواها يعني أوه ماي جاد، الله لا يلوم أمي تمرض، مو بعين من التعامل اللي أنت تعاملها فيه، والله يا أبويا ترى مو بعين، والله من التصرف البايخ اللي سويته. أمي الضعيفة كانت تغسل في الحمام، مدري تنظف شيء ما أدري، تخيلوا أبوي جاء من وراها وبديق كب الموية عليها بدون سابق إنذار. من التصرف حقك يا أبوي، تصرف. بعدين بتبرد زيادة الموية، أحس فيها كل الأمراض، الموية أحس إنها تجيب أمراض يعني حتى في المستقبل، يا ويلي. فأنا عشان كذا ترى ما أدري، ما أحب يجي أحد مرة يبالغ في إنه يكون عندك مرض تقدر تعالجه في المستشفى تقول له عين حسد عين، روح المستشفى. طيب قبل تقول عين وحسد والله ما أنسى جالون المويه ذا، قسما بالله ما أنسى. ولحد الحين في سؤال نفسي أعرف كيف جابوه وكيف اغتسلت ذا المرة، هم مغسلين ما أدري، ما I don't know كيف كذا إنسان يطلع منه كل ذا القلح. والله شيء ما انقرض، باقي موجود، باقي موجود. هذا التفكير راح يستمر حتى هنا بأمريكا، ترى عندهم، قلت لكم تكلمنا عن هذا الموضوع قبل، حتى في أمريكا في ناس يسمونهم إيش الفودو، مدري إيش سحر الفودو كذا،
في ناس هنا يسوونه، يجيبون لك عروسة كذا ويقعدون يخزوقونها بالأوبر ولا شيء زي كذا. لا، وتخيلوا فيها في عوايل هنا بأمريكا، قد واحدة نشرت فيديو، تخيلوا يضحون بأي حيوان ويحطون الدم على شعرهم. يا إيش ذي المعتقدات، الله يقرفهم. ويحطون الدم وبعدين يقولون ما لا حد من الأهل يغسل الدم هذا، لازم في أحد خارج العائلة يغسله، لأن الشخص اللي بيغسل شعرها في أحد من عائلته بيموت. الحمد لله والشكر. وفي فيديو منتشر الوحدة حاطة دم في راسها. يلا في الصلاح. في ناس ترى مرة يؤمنون بذي الشيء بشكل مرة مو طبيعي. والمعتقدات تختلف يعني من بلد لبلد، من culture لculture، من ديانة لديانة، فهمتوا؟ معتقدات تختلف. ما أدري وش، بس يقولون الصليب إذا قلبتي إنه يعني هذا يدل على إنك تجيبين الشيطان. هل هي أجمل الحياة السابقة أم الحياة في هذا الوقت؟ إيش قصدك الحياة السابقة؟ من أي ناحية؟ وريمين حياتي أنا، ولا قصدك الحياة العامة يعني حياة البشر بشكل عام؟ لا، الحمد لله يا رب، تجيها فترات تتعب، بس إن الحمد لله يا رب خير ما عليها. الحياة بشكل عام أكيد الحياة الحالية أفضل من زمان، لأن كل شيء تطور. يعني التعليم، الطب، فهم الناس، الوعي بشكل عام، ما أدري، كل شيء. الحياة في هذا الوقت أفضل بكثير من الحياة في الماضي. بسمة، إمتى كانت أحلى مراحل حياتك؟ أي عمر وليش؟ يوم ما كنت أدفع فواتير. يوم فعلا كنت أكل ومرعى وقلت. هذه كانت أحلى أيام. وقلت لك السبب، يعني ذكرت لك السبب. طيب، هل الصليب هل الصليب حرام ولا بس ديانة؟ يعني في الديانة المسيحية الصليب مو بحرام، بالعكس الصليب يعني يعتبر زي يعني في ثقافة في الدين نفسه، يعني زي إحنا الإسلام الهلال رمز ديني، يعني إحنا نستخدم الهلال ليش؟ عشان يعني مثلا نعرف متى يبدأ رمضان، متى يبدأ العيد، زي كذا. في الديانة المسيحية الصليب هو أخذوه من بعد ما أن المسيح عليه السلام أن صلبوه قومه، فهو رمز يعني للديانة المسيحية. وفي النهاية لازم نحترم كل الديانات.
يعني أنت مقتنع إنك، أنا ما قلت شيء، أنت قلت ذا الكلام، أنا قلت بس معلومات يعني أي أحد يعرفها بشكل عام. أنا ماني قاعدة أفتي، أنا قاعدة أقول لك معلومات تاريخية ودينية. إيش دخل ذا في ذا؟ بس يدور محاشر، بس يدور يحاشر. يعني أنتي يعني كل زك، يلا انقلع. ما يبغى يحترم ولا يبغى، بس يبغى يدور مشاكل، يبغى يدور حرش. I don't want to do that. I don't want to do that, man. والله ما أدري، بس يعني هو يعني ذكرى يعني يعني إيش اسمه يا رب؟ إيش قلت قبل شوية؟ رمز الديانة المسيحية، الصليب. رمز ديانة الإسلام الهلال. رمز الديانة اليهودية النجمة السداسية، ولا 1 2 إيه 6 إيه أوكي إيه. فأنا قاعدة أتكلم عن الرموز، تقعد تفلسف علي وتسوي نفسك إنك تفهم. خلاص أنتوا عضلاتك ذي. طيب أنا قلت لكم رمز يا أخي، أي متأكدة منها. استغفر الله، ما حد يتكلم معاكم نفسيات. I swear to God. ويسألوني يقولون ليش أنت تقعدين بالحالك؟ أفتح، شوفوا هذا وأنا بس فاتحة بث معاكم فقعتولي مرارتي. استغفر الله يا رب. يلبسون الصليب للزينة بس أكثر لا، عندهم إيمان أغلبهم. ترى أنا أعرف أمريكان كثير، أعرف مسيحيين وكاثوليكس، وكلهم يعني يؤمنون بالله، يعني بالرب، بس إنه يعني ممكن إنه they don't practice، يعني مو كلهم، بس في ناس يعني كيف أقول لكم، يعني في ناس متدينين، في ناس يعني غير متدينين. يعني أنا أقول أنا مسلمة بس أنا غير متدينة، فهمتوا؟ زي كذا، في كذا وفي كذا. بالعكس في ناس مرة متدينين ترى. وفي مثلا يوم الأحد، صح ولا أنا غلطانة؟ الأحد يعني أغلبهم ترى يروحون الكنيسة وزي كيف، يعني في عوائل زي كذا. إيه زي يوم إحنا يعني يوم الجمعة، إحنا صلاة الجمعة، فهم عندهم يوم الأحد. ففي كذا وفي كذا، في ناس متدينين في ناس غير متدينين، زي الإسلام في ناس متدينين في ناس غير متدينين. في كل الديانات ترى موجود هذا الشيء. ايه انا اعرف واحدة مرة كيوت، ديانتها كاثوليك. انا اصلا ما كنت ادري انها في، يعني انا كنت احسب بس انها مسيحية، بس طلع انه في يعني في فرق بين، هم قريبين من بعض متشابهين، بس انه في فرق، انه الكاثوليكية مو زي المسيحية. بس هي اتذكرها دائما تروح الكنيسة، وانها وبيتها في كل مكان في صليب وكذا. في ناس مرة متدينين، اي زي الشيعة والسنة. ايوه exactly. هل صدق الصوفية هم من ضمن الإسلام ولا كيف؟ العرب أكثرهم، وش ذي الكلمة ما أعرفها صدق والله.
ها اوكي. orthodox وش يعني orthodox؟ يتحاسب على، والله لا تقعدون تفتون، ما تدرون ايش يصير ما تدرون من اللي يدخل الجنة من اللي يدخل النار من اللي تقعدون تفتون. طائفة مسيحية، اوكي. اها اوكي. خلاص يلا نقفل الموضوع، يلا يا حلوين. يلا خلونا نتكلم عن ايش نتكلم عن؟ يلا طولناها صح. اي خلاص خلص الدرس، يلا سكروا الكتب لو سمحتوا. كل واحد في مكانه. فاتك الدرس خلاص، اللي يفوته معليش، احنا متأخرين مرة. هل باقي الأبلات يقولون احنا متأخرين كثير؟ لازم ناخذ شو اسمه. هل باقي المعلمات يسوون ذي الحركة؟ ايش دخل سعودية يا زهراء حبيبتي، اول شيء ما له دخل معلومات دينية، ولا انا تكلمت بشكل عام، يعني انتي يعني حكمتي علي ان معلوماتك الدينية ضعيفة. بعدين ايش دخل يعني سعودي انه خلاص لازم يكون حافظ القرآن؟ ماني فاهمة. بعدين يا صاحبة المعلومات الكثيرة، ترى أكثر مسلمين موجودين أعتقد في أندونيسيا، مدري يعني خلاص حبيبتي، ترى مو معناته أن مكة والمدينة موجودة في السعودية خلاص لازم كلنا يا سعوديين يلا لازم كلنا نحفظ القرآن. You're judging me, fucking weirdo. Don't judge. اي والله احس اني ابغى ابلكها، استنوا خلي ابلكها. ضعيفة ضعفت ان شاء الله عظامك، يلا انقلي. I blocked her. لا باكستان ما عندهم اسلام، باكستان مجانين ذوليك، خلوهم على جنب، ذوليك عالم اخر. باكستان شيء ثاني. We don't want to talk about it. Just let's be quiet. استنوا برد مكيف جمدني. وين شوي والله فيهم تشدد الدنيا كلها والله. قال تشدد شوي. يا رجل احمد ربك انك ما انت في باكستان، والله الحمد لله يا ربنا ما احنا في باكستان. ما تقدري توقف ايش؟ ما ادري، حطيته على اورو I don't know what's going on with it. ما ينطفي، لازم انا اروح اطفيه. مو عنف، بس ان اللي ما يعجبني راية ابلكه. انا احيانا احس اني ديمقراطية واحيانا احس اني ديكتاتورية، خالطة بين الاثنين. يقولون ان المرأة اللي تفهم الرجال جيدا لا تتزوج.
لأنه ما في أصلا أي مرأة تفهم الرجال، هذه معلومة غلط عندك. لا المرأة فاهمة الرجال وش يبغى، ولا الرجال فاهم المرأة، وما حد بطايق أحد. ولا نبغى نفهم بعض أصلا. وأحسن وفكة. بالمختصر كذا. اي والله. يا رب متى تجي الأغراض، أحسها طولت. ما صابك الملل في الحياة بأمريكا؟ لا والله صابني الملل وأنا قاعد أقرأ اليوزر حقك. أنا حياتي مو مملة، حياتي مو مملة، لأن ما شاء الله في أكشنز كثيرة في حياتي ما شاء الله، ما يمديني حتى أطفش. بوم مصيبة، بوم كارثة، بوم فاك، ما يمديني حتى أطفش. حياتي كلها فعاليات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي لي ساعة فاتحة بث ولا واحد منكم حط لي أسد؟ هل يعقل؟ هل يعقل يا أحبتي في الله؟ هل يعقل؟ وجع مدري يا أحمد، أحسك تدعي علي وجع. الله يبعد عنك الطفش أنت كمان، بنفس الطريقة اللي أنت دعيت لي فيها. إيه أنا باقي في كاليفورنيا، كنت أدرس قبل بس الحين إيه فاتح عشان أسد وفاتح عشان سولف معاكم. إيش غير معقول وغير حاصل؟ وش بسوي في الأسد؟ بأكله زعتر يعني؟ وش تسوي في الأسد يعني؟ ماني فاهمة. شكله يحسبني أقصد أسد صدقي، ولا قاعد يستهبل، ولا وش السالفة؟ السؤال مرة غريب، إيش بتسوي في الأسد؟ لا ما طلبت ورق عنب، ما في ورق عنب، طلبت من البقالة. الحين بوريكم الأشياء اللي طلبتها. مرة التعليقات غريبة الأطوار. ما أدري، أحس أحمد نيته خبيثة، ف I didn't like، ولا يمكن أنا نيتي خبيثة ما أدري، هو واحد منا نيته خبيثة. بس ببلك احتياط. أقصد إيش بتسوين لو جاك فلوس الدعم من أسد ما يأكل عيش، وش بسوي؟ عادي ما أدري، عادي يعني. محسسني إن الأسد $1,000,000. لا ما بس ما أدري، أحطه في البنك كلها 150 يعني. إيه 150 ما يعني. أروح أشتري فيها ما I don't know, it's not too much. نشتري أشياء، نروح شو اسمه المطعم، ما أدري كم بالسعودي، والله ما أدري كم الصراحة، ما عمري هديت أحد أسد.
ما عمري، مع اني كنت ادعم في حسابي القديم، كنت ادعم، بس الصراحة ما عمري عطيت اسد. 300 دولار. والله ما ادري كم سعره. Why you don't have roommate? Because I don't want to have roommate. I don't want to have roommates. I love to live like that without anyone around me. يا تخيل يكون معك واحد ساكن معك، يا خير يا طير. بعدين بقول لكم حاجة على الروميتات والناس اللي عايشين بأمريكا. أسمعوا ولا الناس اللي بيفكرون مستقبلا يجون يروحون أمريكا دراسة زيارة، اللي هو حطوها في أذانيكم، طيب زي الحلق. طيب انتبهوا 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 تسكنون أحد معكم، لأن إذا سكنتوا أحد معكم، طيب إذا سكنتوا أحد معكم، أول شيء ما تدري، يمكن يقلب عليك، يمكن يسرقك، يمكن يسوي أشياء كثيرة. لكن الشيء المهم ترى إذا سكن معاك هذا الإنسان، يمكن نقول مثلا 3 شهور 4 شهور، وانت تقول له تقول اطلع من البيت، خلاص انا ما ابغاك تسكن معايا، يعني حصل مشاكل بينك وبينه، تدرون انه يقدر يقول انا ما ابغى اطلع نظاميا بالقانون. تدرون ولا لا؟ تدرون انه يقدر يقول لا ماني بطالع والله. فانتبهوا انتبهوا انتبهوا، لا تصيرون مرة لطيفين، ما علي أنا ما علي بخلي ذا. والله انتبهوا. لا شكرا، ما أبغى حد يدفع، أنا أدفع الأجار بنفسي، مرتاحة والله. ما في أزين من الواحد يعيش بالحالة والله، بلا روميت بلا قرف، مع احترامي الشديد. والله بلا روميت بلا قرف، بيتك لك لحالك كذا بالمختصر. يجي كعالسكن شخص، ايه وما تدري، يجي يقول لك مثلا والله ما بدفع الأجار، والله ما بسوي كذا، والله وانت تلبش فيه. قلت الكلمة صح ولا غلط؟ تبلش فيه، تبلش او ما مو تلبش تبلش فيه عفوا. خلاص عدلتها. ايه يعني اني امريكية؟ لا والله اني قلتها بالغلط، والله ما كنت اقصد. Yes, I'm from America. I can't speak Arabic. It's so hard for me. ايش يقولونها بالعربي؟ على قولة أحلام. الله يا أحلام، ذكريات. كم غرفة في بيتي؟ غرفة واحدة، هذه غرفة النوم والصالة. لا والله تدرون، والله مو بحركات، مو بتعثين، ترى أحيانا يعني المخ يلخبط. هل في عائلتكم يا بسمة شخص عنده نقص في نطق الحروف؟ لا والله ما أدري، والله ما أدري يا رهف، هذا شيء علمي عند ربي. إيه غيرت شقتي، غيرتها من زمان، قلت لكم من 5 شهور نقلت لذي الشقة، من 5 شهور في بداية سنة
26 جيت على هذه الشقة. في ناس تعرف 4 لغات، أنا يلا والله تدرين ترى تقدرين تتعلمين، بس إحنا يعني نقول أوه لا ما نقدر، أوه ما نقدر تدرون إن العقل يقدر يخزن معلومات مرة كثيرة. خلاص يا أخي لا تسألون هالسؤال. المشكلة متابعيني، يعني أنا ماني بفاهمة اللي متابعيني ويسألون أسئلة متكررة، ماني بفاهمة. الحمد لله شقتي ذي حلوة، تعودت عليها حبيتها. لا نقلت مدينة ثانية، بس المدينة الثانية مو بعيدة مرة عن المدينة اللي كنت فيها قبل، يعني تبعد تقريبا قولوا 20، لا أقل من 20، يمكن قولوا 15-16 دقيقة عن مدينتي القديمة، زي كذا مو مرة بعيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. قربت الأغراض تجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلشت أرسم بالحنة. ليش أعطيك رأيي وأنت ما أنت حتى تتابعني؟ حلوة ذي. لا ما بعطيك رأيي، لا هو متابعني ولا شيء، يقول ادخلي صفحتي شوفي رسماتي بالحنة. حلوة ذي. اوكي خلاص راح اشوف رسماتك. انتي وين واصلة في المرحلة؟ والله واصلة مرحلة الخرا، مرحلة اللي والله ما ابغى ادرس خلاص. خلصت البكالوريوس بعدين بعدين دخلت الماستر، ما ادري جاني حماس وحسيت اني ذكية وكذا، ما تعرفون الحماس اللي يجي فجأة، وكان عندي دخل مادي كويس، يعني كنت أقدر يعني أدفع للجامعة، لأن البكالوريوس الملحقية الثقافية دفعوا لي، بس الماستر أنا اللي كنت أدفع. ودرست خلصت 13 ساعة. بعدين صراحة ما قدرت لأن المصاريف زادت، يعني مرة ما قدرت، وجاني اكتئاب وتوترت، ما أدري الصراحة، فيا وقفت. والحين أحس مخي فاضي. حتى الأشياء اللي درستها أحس إن ناسية كل شيء. لا والله لا جتني عين ولا شيء، القروش يا أنتي نفسك. استغفر الله يا رب. اي والله يا اخي متى تجي الاغراض؟ يوه طفشت وانا قاعدة اسولف معاكم، باقي ما جت الاغراض، لو اني رايحة ازين لي. اي قاعدة انتظر، طلبت شيبس وحلويات واسكريم عسكريم. لا ما يروح للجيران، ما يحتاج اتصل، هم بيوصلونها، لأن قد طلبت من هذا الانستكارت، قد طلبت من عندهم. دقيقة. باقي ما حد جاء. كني بزر متحمسة لهذا. اوكي
خلونا نغير لكم المكان. شيء خلاص طيحته. ايوه، وش بعد عندكم من سوالف؟ وصلت الأغراض. اسمع اوكي، تسمعونا؟ اوكي. افتح الباب ولا انتظر لين هو يدق الباب؟ اسوي نفسي ثقيلة. اوكي. يمكن لا تركها الحمد لله. فاينلي أخيرا ما دق الباب. يا الله ما دق الباب. اوكي فاينلي. شوفوا مفرحات. خلوني أوريكم إيش اشتريت. دقيقة. أوكي. بسم الله. هذه آيس كريم ثاني، حلاوة ثانية. الله، لقاه المخلل ذا اللي بالشطة وذا، في واحدة قالته قلت يلا بشتري. وهذا جبنة. الله الحين خلاص ان شاء الله تبقى معايا يومين. يا رب ما اخلصها في يوم واحد. خلوني اجرب ذا. ايش رايكم اجرب ذا واقول لكم عنه حلو ولا لا؟ دقيقة. بلا دايت بلا بطيخ. ولا اشي زاكي. بالله اكلي خرا. ها استغفر الله، مع اني والله ما عمري صبعت، بس انك رفعتي لي ضغطي. ولا اشي زاكي. ما حد طلب رايك. استغفر الله. طلبت رايك انا ما طلبته. احتفظي فيه. نكدية ما تعرف تقول كلمة زينة. ما في اشي زيكي. يمكن خرا. استغفر الله. اكره الناس اللي كذا بس يبغون ينكدون على غيرهم. ما احبهم والله، ما احبهم. كنا نكديين كذا يجيبون الكآبة. الله يعين اللي يعيش معهم. ولا اشي ذاكي. ها والله حلو. بس احس لو طلبت العادي ازين. احس ان طعم هذا هذه اتذكر عيالي دائما يقولون حلوة.
خلونا نجربها. اعتقد اني قد اكلتها مرة واحدة، باين اني ما اكلت شوكولاتة من زمان. حلوة. يا ويلي معدتي، شوكولاتة على الحين بفتح المخلل. حلوة هذه مرة. اوبس. الكيمتشي هذا مو كيمتشي، هذا شو اسمه؟ اوه هذا خيار. اوه ده اوكي. كأنه لونه كأنه شو اسمه كوسة، صح؟ هذا مو كيمتشي ولا؟ استنى. ايه احب الكيمتشي بس ريحته خايسة. حلو. هم حاطين ثوم، وين الثوم؟ ما في ثوم. تدرون الموية ذكرتني بإيش؟ الموية ذكرتني ذكرتني بالبليلة. والله كأنه طعم. تذكرون البليلة اللي في الطايف؟ والله نفس طعمها. ايش؟ اوكي بوريكم العلبة. دقيقة بس جايبة مناديل. هذه هي العلبة. صورتوها؟ والله طعم الموية كأنها بليلة. بس حلو لذيذ. حبيت ان الشطة مو مرة حارة. من وين؟ من هذا ستيتر براذرز ولا مدري شو. بس والله دام الأغراض جات، خلوني أدور لي على موفي. هذه الحلاوة مرة حلوة. ايوه يا معدتي مسكينة. أبى أدور لي على موفي. وعين من الله خير. يعافيكم والله يعافيكم. يلا ما خليتها في قلبي. ليش ما تصيرين تعطين دروس للغة الإنجليزية؟ أول شيء أنا أحس إن لغتي باقي خايسة، ماني مرة واو في الإنجليزي. ما أحس إني أقدر أعطي دروس. يعني الواحد لازم يكون مرة يعرف عشان يقدر يعطي الناس دروس وكذا. وما أحب أدرس أحد والله.
مرة ما أحب أدرس أحد. أنا زين إني درست، ما صدقت أتخرج بعد أروح أدرس أحد. إيه شوية يلزق هذا بس إنها حلوة. It's not bad. سنيكرز شو بقولها؟ تحبي ايش؟ تخيلوا في واحد ايش ارسل لي، يقول دامك انت ابى اقترح عليك اقتراح، دامك انت الحين بالحالك اشتغلي سواقة شاحنة. جايز ترى مو انه اوكي يعني انا الحين يعني صح اني ما اشتغل واشتغل اوبر، انه خلاص بشتغل اي شيء. وش سواقة شاحنة؟ يعني انا اتمنى ان اشتغل يعني اوكي الاقي شغلة، بس ابغى شغلة حلوة، ابغى شغلة زينة. ما معليش ما اقدر، انا زين اني اسوق سيارتي، بعد تبغيني اركب شاحنة؟ الله لا يحوجني. لا والله يوم قريت الكومنت كذا حسيت بكآبة، قلت يوما ليش الناس صاروا بس يعطوني اي شغلة اشتغل فيها؟ اي يحسبوني المرأة الخارقة التي ستفعل كل شيء. خلاص يعني انا بس ادور على شغل. انا مو بس ادور على شغل، ترى انا كمان احب راحة نفسي. والله بقول لكم الصدق، يعني صح اني ممكن يعني احاول ادور على شغل، احاول انه الحين والله ماني قاعدة احاول الصدق يعني. نقطة. الحين ماني قاعدة احاول، لكن اقول لكم يعني صح اني قاعدة يعني اشوف بشتغل عادي شغلة ثانية، بس مو لدرجة انه اسوق شاحنة. ولا احس في وظائف ما تناسبني، ما ادري، احب راحة نفسي. ما يهمني الناس يقولون علي واو انت اشتغلتي كذا، واو انت سويتي كذا. الصدق احب راحة نفسي. يعني اذا بلاقي شغل مرة مريح عادي بشتغله، لكن اقعد اكرف نفسي عشان القروش لا والله. الله يجعل ان شاء الله تجيني قروش ان شاء الله بطريقة اسهل. ضروري يكون مريح. يا احس اني شبعت خلاص والله. الحمد لله والشكر. ما عاد ابغى ادرس، ما عاد ابغى اشتغل. اقول لكم شيء، خطابة انا ضد الزواج. تبغاني اخطب للناس؟ لا معليش. اشتغل محامية طلاق ولا خطابة. معليش يعني.
المهم بقول لكم حاجة. اي والله بصير محامية طلاق، لا حتى خلع بقول لها، اقول حبيبتي لا تخلعينا، بياخذ منك فلوس، طفشيه عشان يطلقك. ما اقبل قضايا الخلع. واذا شفت واحدة تبغى تسوي خلع قول لها حبيبتي ارجعي البيت نكدي عليه عشان يطلقك بدون ما تدفعي له فلوس. كيف تطفشينه؟ كيف تطفشين الرجال؟ استنوا، كيف تطفشين الرجال؟ دقيقة. لما يصايح، لما يهزئك وهو مرة معصب، قولي كذا اوكي، مرة يزعلون يعني رجولته. سوي نفسك رفلة. لما تطبخين زودي ملح، ما ادري. شوفي تيشيرت مرة حلو عنده، كبي عليه كلور، شبع. ما ادري. والله ما ادري، من زمان ماني متزوجة، ما عندي خبرة الصراحة. لا لا، اذا تفلتي بوجهه بتروحين المستشفى، حتى ما يمديك تسمعين كلمة انت طالق. Don't do that. That's so scary. That's risky. لا 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 تسوي، لا تسوي كذا، تعوذي من الشيطان. تصير فيهم عاهات لا ان شاء الله، ان شاء الله تكونون بخير يا رب. خلي ريحتك دايما كذا، ما ادري، بصل، كلي بصل، ثوم. خلي شعرك منكش، ولا تتكشخين الا اذا طلعتي. لا جيتي طالعة قوم تتكشخي وتروشي وتزبطي وتزيني لا 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 لا. بعدين بيطلقك. نعيش من راح نصير الدنيا كلها بخير. عندي قولون. ايه ليه؟ ايش دراك؟ بالعكس. ايش؟ يصيرون يطالعون فيهم. والله انك صادقة في ذي. والله ما ادري، انا ما اقول غير الحمد لله اني طلقت وافتكيت. والله الحمد لله انا انا خلصت من زمان. اتذكر اول ما شو اسمه، لا اله الا الله، شكل اليوم بصير سرداحي مرداحي.
من المطبخ لغرفة النوم. اسوي نفسي اني بس باكل حبة واحدة والحين دقيقة. المهم بقول لكم قصة طلاقي. باقي في لمبة ثانية ما طفيتها. شيء مان، استنوا. أخليها عندي، أخاف أخلصها كلها في يوم واحد. خلها على الأقل، خلها في المطبخ عشان على الأقل أمشي، مو بس أكل أشياء يعني. تكون في المطبخ على الأقل أسوي رياضة. المهم أشغلتونا بالضياء. دكتور ضياء، استنى خليني أقول لكم القصة. تخيلوا المرة الثانية لما طليقي طلقني، إيه كنت رايحة من الجامعة، كان عندي كلاس ومستعدة ورايحة الجامعة. شوي طليقي يقول والله ما تروحين لين تسوين غدا. أقول يا ابن الناس خلاص اطلب من برا. اطلب من برا يا أخي خلاص. قال لا تسوين غدا. قلت الله يلعنك اللي عند الوجه. سويت غدا وحطيت الغدا على السفرة وقلت له، قلت اسمع، قلت اسمع بالله عليك بس شيل السفرة وشيل الرز بعد ما تخلصون. قال طيب تعرفون حركاته. طيب يعني إنه انقلع بس. قلت طيب أوكي. والله وأروح الكلاس وأرجع للبيت شيء إيش. اسكتوا، لا تكتبون كومنتات، خلوني أكملكم القصة. شغلتوني، أبغى أقرأ كومنتاتكم وأبغى أكمل القصة. رجعت البيت حوسة. ولدي حفوظته كذا نازلة، كأنها تعرفون حقة الباكسين ذيك اللي كذا. قسما بالله ولدي كذا حفوظته قاعد تدلدل، مسوية ثقل من كثر الشخان اللي فيها. الرز بكل مكان، الرز متناثر في البيت في كل مكان، والصحن باقي على حطتي، على الوضع اللي أنا حطيته. ولا وفوق ذا كله الجيران موجودين في البيت، عيال الجيران البزارين. البيت صار كأنه حضانة. أطالع وين الزق ذا، أفتح الباب هو سيقانة حط رجل على رجل وقاعد يقلب في جواله. قلت أنت مو بصحي أنت. وقمت أتهاوش. أول شيء طبعا قبل ما أتهاوش معه خرجت بزارين الجيران، قلعتهم وقمت أتهاوش معه. ومن العصبية الغباء اللي فيني مسوي يعني أني أنا خلاص أنا وصلت طفح الكل. مسكت الرز ورميت الباقي، الرز اللي في الصحن رميت الباقي اللي فيه على الأرض. يعني في النهاية أنا اللي بكنس وأنا اللي بغسل. ما أدري ليش بسوي فيها عصبية، بعض العصبية الله يكفينا شرها. وأعصب عليه وهو الله هو خذ وعد. أوكي، في النهاية قلت له أنت رجال طلقني. قال أنت طالق. قلت يا أحسن يلا. والله هو انقلع برا عند أصحابه وأنا قمت ألقط في رزي.
فاي يعني استفزاز اذا انت رجال طلقني، ترى هذه كمان تنفع، يعني هذه من الذكريات يعني. اي اذا استخدموها تنفع اذا تبغون. اي عن تجربة. اذا انت رجال طلقني. مسلسل كويتي قسما بالله. بعد الرد. انتبهوا ترى امزح، والله امزح، يا ويلي بصير مخببة. وإيش استفدت بعد الطلاق؟ استفدت يا ابن صالح راحة نفسية، ما في زق في البيت يفقع مرارتي، أطبخ وقت ما أنا أبغى أطبخ، البيت ما يتوسخ، أنظف وقت ما أنا أبغى أنظف، أكل اللي يعجبني، أرقد وقت ما أبغى أرقد، أطلع من البيت متى ما أبغى، هدوء البيت. اسمع ابن صالح، اسمع البيت. شايف هذا الهدوء ما كان موجود. صعب انك تحصل هذا الشيء مع علة زيك في البيت. وش استفدتي بدك؟ استفدنا الكثير. كل اللي تقوليه صح، بس مين يصرف؟ للأسف أنا قاعد أصرف على نفسي، الله أكبر، على أساس أنه هو قطعني بالمصاريف. كنت أخاف أطلبه بالغصب ويقعد ذلني بالمهر، قسما بالله قاعد يمكن 2 وهو ذلني بالمهر. كل ما أقول له شيء قال أنا دفعت مهر. إلا عن شكلك. وش تبين أنا اللي أدفع لك المهر؟ الحمد لله والشكر. والله الحمد لله أنا أصرف على نفسي، ما قاعد أذل نفسي وأقول ليش ما صرفت، ليش دفعت، ليش ما دفعت. لا 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 لا, لا. شت بطني صار يوجعني من الحلويات. بطني. الرجال أحسن حاجة في أوكي، خذ لك رجال، أنت شكلك تحتاجه أكثر منه. شكلك ألوان والله. NMR. اعترف. اطلع من الكلوزت، اطلع. الرجال ها، قل لنا أنت وش تحب. من جد. أنتي ما تشتغلين، مستحيل عندك أحد والله يا سوسن، أنتي أعوذ بالله تطالعين في رزق غيرك، عشان كذا ربي مو برازقك. نشتغل نكرف، نشتغل ترى، بس أنتي عيونك على رزق غيرك، أعوذ بالله، هب عليك، كفينا شرك. مستحيل. أنت ما عندي لا طفل ولا عندي زوج ولا، عشان كذا أنا 24 ساعة في اللايف. أوكي يا قلبي يا سوسن حبيبتي، ما عندي مسؤوليات.
الشخص الوحيد اللي أنا قاعدة أصرف عليه هو نفسي الحين. أوكي. أعوذ بالله، خمسة وخميسة، قل أعوذ برب الفلق من شر. وبعدين ترى اللايف يجيب فلوس حبيبتي، اللايف أحيانا يطلع فلوس، فمو معناته اني انا قاعدة بس كذا. ممكن يجيني اسد، او ممكن يجيني 5 اسود، او ممكن يجيني شيء، يعني انا ماني فاتحة بس كذا، يعني ممكن في احتمالية يجيك فلوس من اللايف. How come you're not showing your face? Because it's my choice. I don't need to show my face. It's my choice if I want to show it or not. وأنا أشوف إن كل واحد حر، وأنا أشوف إنه يعني إذا أنت ما أنت مضطرة تطلعين وجهك على السوشيال ميديا، أو إذا أنت مرة تتحسسين من كلام الناس أو تتأذين من كلام الناس، أفضل لك إنك ما تطلعين وجهك وتخلين حياتك. وحتى لو أنت يعني كاشفة أو ما إلى ذلك، يعني مو لازم إنه أو بس المتحجبة اللي ما تطلع وجهها، لا. أنا أشوف إن راحة نفسية من الناس المرضى، لأن قبل يوم كنت أطلع وجهي الناس كان كلامهم جدا سيء، الأسلوب كان سيء، الكومنتات كان أغلبها سيئة. لكن الحين الحمد لله يا رب، الحمد لله. وأنا بالعكس أنا أقول للبنات، يعني خصوصا البنات العربيات، وكلنا عارفين وضع الناس اللي في السوشيال ميديا بشكل عام. يعني تبغين إذا أنت شارية راحة دماغك، والله لا تطلعين وجهك بالسوشيال ميديا، ذولا ما يتركون أحد في حاله. أو إذا أنت مرة إنسانة حساسة أو تتأثرين بكلام الناس، صدقيني حتى لو ما فيك العيب يطلعون فيك مليون عيب، يدمرونك نفسيا. فبس والله ما له دخل وجهك ما يساعد، ما له دخل. شفتوا زي كذا، زي هذا الحمار ما له دخل. العرب يسبون الرايح والجاي، يسبون أي أحد كي مرضى، وبعدين يجون يتكلمون عن الدين. والله عقد نفسية فيهم يطلعونها في الناس الثانيين. وأنا صراحة ما أحب الناس اللي كذا، والله ما أحب الناس اللي كذا. يعني مو مسألة إن أنا حساسة أو شيء زي كذا، بس إنه ما أفضل إني أفتح بث وأقعد أسولف معاكم وأخذ وأعطي. وأنا أشوف إن الواحد أحيانا مو شيء واجب إنك تطلع وجهك عشان يعني تطلع بالسوشيال ميديا. ياما شفنا حسابات فيها متابعين مرة كثير بدون ما حتى طلعوا وجههم. والله في حسابات كثير بدون حتى ما يطلعون وجيههم أو شيء زي كذا، فهمتوني؟ يعني زي كذا. شوفوا الحين زاد شوية متابعين باللايف، شوفوا كيف الكومنتات. إيش هذه سوي لها وينها؟ حسودية سوسن ذي. حسودية. والله الحمد لله، ربي يرزقني، ربي يعطيني وإن شاء الله يرضيني. سوت نسخ، اي شفتها بلقتها.
بلقتها. خلاص ما عاد تشوف الكومنتس، اعطيتها بلوك. طيب اسمعوا، عندي لكم سؤال. دقيقة خلوني اشعل الجوال. عندي لكم سؤال. هل السلق اللي اي والله اطلعوا. كنا مرتاحين لنا تقريبا ساعتين واحنا نسولف ما يزيننا، فجأة كذا دخل كم اثنين غثونا. المهم خلوني اقول لكم سؤالي. اي والله ما ادري من فين جو، بسم الله علينا. اقول لكم دايما الحمد لله اني ما عادني اطلع وجهي، الحمد لله يا رب، الحمد لله. لانه هم كذا بس يجون فجأة بعدين يختفون. هل في احد منكم حتى لو ادفع يعني للموفي على يوتيوب، هل احد منكم شاف موفي مرة حلو يستاهل؟ يا اخي ابغى اتابع فيلم حلو كذا. ايش ذا؟ استنوا، ابغى اتابع فيلم. ما عاد عندي نتفليكس، شلت نتفليكس، ولا عاد ابغى اشترك مرة ثانية فيه. نسيت وش اسمه بس ما روحي. تخيلوا بغيت اروح على السينما اشوف زي الكونسرت مدري شو اسمه حق بيلي ايليش، بس اتذكرت اني البس نظارات، واذا تبغونه 3D لازم تلبسون نظارات السينما، فقلت ما بشوفه، بصير عمية ما اشوف شيء. كأنك تتابع فيلم رعب. او شت، اللي طلبتك انفايت معليش بالغلط، لا تقبل. لا تقبل. فيلم جديد اسمه وش يتكلم عنه؟ اي يمدحون فيلم مايكل جاكسون. خلاص شفنا الكومنت حقك، خلاص. انا احب موجود على يوتيوب فيلم فروم. هو الرعب صح؟ هو فيلم الرعب صح؟ ايش؟ استنى خلوني اقرا. شو سبب خلنا نبلك ذا حبة كل قرادة. انا حاليا اتابع فارم ولا فروم ولا مدري وشو. لا ما ابغى مسلسل، ابغى فيلم، ابغى اخلصه مرة واحدة. شوفي فيلم Last Night in Soho The Super Mario Galaxy. اوكي حلو، جوي. تابعي اوكي. بداية حياة جديدة. يعني زي تاريخي يا دي قصدك صح؟ اوكي. اسم يتكلم عن
في السوداء. اوه ماي جاد ام اوس تكفين. قد شفت فيلم زي كذا قعدت ابكي 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 لين وقسما بالله رقدت من كثر الدموع. لا نو والله لا، ما احب اللي مرة درامية لاني اقعد ابكي من جد اتأثر مرة. تاكل اكتب دي، اكتب اسمه مرة ثانية. اعتقد اني ما صورت اللي انت قلتي لي عنه. اوكي خلونا نشوف ذا مين كتبه. أقولكم مرة شكرا للناس اللي دايما يجون بثي، الناس اللي يحبوني، تعرفون أنفسكم. والله شكرا 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 على وجودكم. قسم بالله اني كنت طفشانة وفتحت البث وقعدت اسولف معاكم. احس ان ما ادري، احس كنكم اصدقائي بس ما اعرفكم شخصيا. وادري ان دايما اقول لكم ذا الكلام بس عاد تحملوا، لازم اقوله لكم، احس انه واجب. حبايبي والله حبايبي كلكم، ربي يسعدكم. وشكرا على اللايكات، الله يسعدكم، الله يسعدكم جميع يا رب العالمين. أهم شيء لا تبلكينا. لا إن شاء الله ما أبلك إلا الناس اللي يزعجوني. المهم الله يسعدكم يا رب، وأتمنى لكم أوقات جميلة. أدري إن الحين عندكم الصباح، I hope you have a great day. انتبهوا لأنفسكم ونشوفكم إن شاء الله بإذن الله بكرة. يلا مع السلامة.